الأصدقاء الأعزاء، صديقات العزيزات، مرحبا. حزب العمال الكردستاني يتحدث كثيرا عن الديمقراطية وعن الرأي الحر والفكر الحر وكل شيء حر، وأنه حركة تحرر وطني حركة الحرية، وتسميات لا حصر لها وشعارات لا حصر لها. خلاصتها أنه هذا الحزب هو النموذج للحريات والديمقراطية في هذا العالم. لم ينتج التاريخ والإنسانية عبر العصور تنظيما تحدث عن الديمقراطية والحرية بقدر ما تحدث الحزب عنهما. هذا من جهة أخرى الحزب يقدم نفسه يعني بالفعل يعني مقتنع بهذا الوهم الذي ردده، يعني أو يردده على أنه هو صفوة الاشتراكية وصفوة الفكر الاشتراكي والفكر اليساري وصفوة الفعل الاجتماعي والتحولات الاجتماعية نحو الديمقراطية وصفوة الفعل الثوري الإسلام الحقيقي. في كل شيء حزب العمال الكردستاني هو النموذج، يعني فيما يتعلق بالإسلام، فيما يتعلق باليسار، دائما يقدم نفسه ويطالب البلدان الأخرى بأن يعني تحتذي بديمقراطية وبسلوكيات وتجربة وممارسات حزب العمال الكردستاني. وهذا موجود في تصريحات الكثير من عناصر وقيادات هذا الحزب، أنه نظامنا والسيستم تبعهم أنه ينبغي أن يدرس في أوروبا، وليس فقط يدرس إنما يعني يكرس ويطبق في البلدان الأوروبية، والبلدان الأوروبية تتخلى عن ديمقراطياتها وتتبنى ديمقراطية وعدالة حزب العمال الكردستاني على أنه خلاصة كل التجارب البشرية في السياسة وفي علم الاجتماع، في الفلسفة، في الفنون، في الأدب، في كل شيء. لكن الحزب نفسه وعناصر الحزب نفسه إذا صار برنامج تلفزيوني أو برنامج إذاعي بيسألوا أنه مين الطرف الآخر، فإذا قيل لهم هو شانغ أوسي فيقدمون اعتذارات. طبعا هذه معلومة مش تحليل. في أكثر من مناسبة المذيعين يعني بيحكوا لي فيما بعد يعني ما يجري بينهم وبين عناصر أو الموالين أو المثقفين أو الكتاب المقربين من حزب العمال الكردستاني. بيحكوا لي إنه يعني وبيحكوا أشياء سخيفة، يعني أشياء لا علاقة لها بالواقع، إنه في خلافات شخصية ومكايدات شخصية ومن هالقصص يعني ما عندي مشاكل. سبق أن ذكرت أنه ليست لدي مشاكل شخصية مع أي كان يعني في هذا الحزب. كانت لي صداقات سابقة، ويعني أنا خدمت هذا الحزب بما يكفي ويزيد يعني ويخرس كل الألسنة. وفي اللحظات الحرجة كنت أنا في المواجهة، وهؤلاء الآن الذين يتحدثون عني زورا وبهتانا هم كانوا يعني في أماكن أخرى ينعمون بالراحة وما إلى ذلك، يعني وحتى لي أفضال عليهم في أكثر من صعيد. إجمالا يعني هي مش مواقف شخصية، هذا موقف عام من الحزب. يعني ديمقراطيته لا تتسع للاستماع أو مش للاستماع، للرد على هوشانغ أوسي. أنا لا أبحث عن يعني أنا أطالبهم بالرد، لأنه السؤال يطرح يعني عليهم، وأنا أمثل قطاعات واسعة من أصحاب هكذا أسئلة، ويفترض أن يردوا
بما لديهم من حكمة واعتدال وتوازن وعبقرية وكل هذه الأمور الإيجابية أن يرد، لكن يتهربون ويقدمون اعتراض، لا يكتفون بتقديم الاعتذارات لمعدي ومقدمي البرامج التلفزيونية والإذاعية وما إلى ذلك، لكن يرفقونها بسلسلة من الأكاذيب والخرافات والبهتان اللي الهدف منها تشويه وشنقوسة أمام المؤسسات الإعلامية. فهاي يعني هذا هو سقف ديمقراطية وحرية الإعلام الحر والرأي الحر والفكر الحر والحرحرة اللي بيحكي عنها الحزب كتير. لكن مش قصتي هذه، يعني هذه مش حكايتي في هذا الفيديو. حكايتي في هذا الفيديو أو الموضوع الرئيسي هو موضوع الشهداء. سبق أن تناولت هذا الموضوع باللغة الكردية، لكنني قرأت منشور للصديق بريار كوتي وأثر في هذا المنشور، ولو يعني لأنني ممنوع من النشر والتعليق والإعجاب لكنت نشرت هذا المنشور على صفحتي على الفيسبوك، لكن أنا ممنوع، لا يمكنني ذلك. والمنشور منشور بريار وهو صديق عزيز، يعني منشور بريار دفعني لتسجيل هذا الفيديو وتناول موضوع الشهداء وملف الشهداء في داخل حزب العمال الكردستاني باللغة العربية. هلا في نقاط كثيرة تجمع بين حزب الله اللبناني وحزب عبد الله أوجلان، حزب الله وحزب عبد الله. صحيح يعني حزب عبد الله يقول عن نفسه بأنه حزب علماني ويساري وكذا، لكن لا حرج لديه أن يكون متعاملا مع نظام الملالي في إيران ونظام طائفي في سوريا وحتى نظام صدام حسين باعتراف عبد الله أوجلان في صحيفة الحياة، وذكرت ذلك مرارا. حزب عبد الله وحزب الله، حزب الله وحزب عبد الله يشتركان في نقاط كثيرة لا حصر لها. طبعا مشتقات حزب الله لا توجد لديه اشتقاقات وأحزاب موازية له، لكن هنالك حلفاء، بينما حزب العمال الكردستاني لديه اشتقاقات وتفريخات لا حصر لها. لنأخذ الفرخ السوري أو الفرع السوري حزب الاتحاد الديمقراطي ونقارن هذا الفرخ أو الفرع مع أداء حزب الله اللبناني. حزب الله اللبناني يعني هذلون الحزبين وكأنه يعني رضعا من نفس الثدي نتيجة التقاطعات والتشابهات بيناتهم وربيانين سوا، يعني وكأنه حزب الله اللبناني يقول أنه هو مع ولاية الفقيه ومع النظام السياسي والإداري والديني في إيران، في الجمهورية الإيرانية. حزب الاتحاد الديمقراطي هو أيضا يقول هو مع ولاية الفقيه الأوجلاني ومع مشروع الأمة الديمقراطية والإدارة الذاتية الديمقراطية اللي بيطرحها حزب العمال الكردستاني، ومع مرجعية عبد الله أوجلان العقائدية والأيديولوجية وإلى ذلك. هذا من جهة. حزب الله اللبناني مستعد للدفاع عن مصالح إيران حتى ولو كانت في المريخ. حزب الاتحاد الديمقراطي وأيضا مستعد للدفاع عن مصالح وخروقات وانتهاكات واعتداءات حزب العمال الكردستاني حتى ولو كانت في المريخ. هل حزب العمال الكردستاني اللي هو الأب والأم والحاضنة لحزب الاتحاد الديمقراطي على علاقة مع النظام السوري وعلى علاقة مع النظام الإيراني، كذلك حزب الله اللبناني أيضا على علاقة عضوية مع النظام الإيراني ومع النظام السوري. هنالك تقاطعات
كثيرة، وأنا أطالب المثقفي الحزب كي يبرزوا نقاط الاختلاف. أنا عم شوف نقاط التلاقي، فليبرزوا نقاط الاختلاف اللي هي بالضد من حزب الله وأداء حزب الله اللبناني فيما يتعلق في هذه المحاور. محور آخر الحزبان يلتقيان هو موضوع الشهداء. حزب الله اللبناني يتحدث أنه هو حزب الشهداء وحزب التضحيات وحزب الدماء ومن هالحكي. نفس القصة موجودة عند حزب الله وحزب يعني حزب عبد الله. عم خربط بين الاسمين، حزب الله وحزب عبد الله، يعني نفس القصة موجودة، قصة استثمار ملف الشهداء ودماء الشهداء لدى حزب العمال الكردستاني أيضا. وهنا يعني هاي النقطة سأركز عليها في هذا الفيديو. نجح حزب العمال الكردستاني في نقطة جدا مهمة، وهي بناء المقابر. الإنجاز الوحيد الذي يمكن أن نسجله لحزب العمال الكردستاني إذا اعتبر إنجازا هو زاد من سجلات أو من أرقام الضحايا، وأبدع في تخطيط وبناء المقابر وتوسيع المقابر. من عام 2013 أو من 2012 وحتى الآن لاحظوا زيادة عدد المقابر في كل المدن الكردية في الشمال السوري أو في كردستان سوريا. لا يوجد شارع أضافه حزب العمال الكردستاني، لا يوجد مدرسة، لا توجد مدرسة أو مستشفى أو مستوصف. يعني عودوا إلى أرشيف وكالتي الأنباء التابعة للحزب، وكالة فرات القسم العربي ووكالة حوار وروناهي وكل قنوات التلفزة، وجيبوا لي خبر عن افتتاح مستشفى في المدن الكردية على زمن سلطة حزب العمال الكردستاني. لا يوجد. كل المقار المنظمات الثقافية والمؤسسات الثقافية الموجودة حاليا، والتي يعني على أساس هي في ظل الإدارة الذاتية، الأبنية تبعيتها كانت موجودة سابقا على زمن نظام البعث. نظام البعث خدم المنطقة رغم المشاريع العنصرية، رغم كل السياسات، رغم كل القمع، خدم هذه المنطقة أكثر من حزب العمال الكردستاني أضعاف المرات. وهذا قولا واحدا. وإذا في عندهم شيء يثبت أنه بنوا مدرسة أو مستوصف أو يعني يمكن بنوا أو حولوا بعض الأراضي أو المناطق أو الأراضي المقتطعة أو هيك شيء، المهم الأماكن في المدن حولوها إلى حدائق عامة وسموها بأسماء الشهداء، هذا ممكن. لكن عدا ذلك المرافق الخدمية، المعامل، المصانع، في خلال كل هذه السنوات لا يوجد شيء. إذا قلنا أو إذا تبرروا أنه كانوا في حالة حرب، شو في حالة حرب؟ يعني في 73 نظام صدام حسين أيضا كان، ونظام حافظ الأسد كان في حالة حرب، وحركة البناء والعمار لم تتوقف. نظام بشار الأسد صار له 7 سنين 8 سنين 10 سنين في حالة حرب مع شعبه، ومع ذلك هنالك يعني جانب خدمي، مستشفيات، مستوصفات، يعني عجلة الدولة تدور بشكل أو بآخر. لكن ماذا قدم حزب العمال الكردستاني والفرع السوري غير مقابر الشهداء؟ أنا بس بدي أعرف يعني تخطيط والهندسة والتوزيع المقابر وإظهار صورة المقابر، مقابر الشهداء. دائما الإكثار من هذه الصور، صور المقاتلين وصور المقابر، صور الشباب وهم يحملون السلاح، وصورهم وهم يعني صاروا تحت التراب وفي المقابر. هذه الصورتين هي الأكثر بروزا في الخطاب الإعلامي
وحتى في الخطاب السياسي لحزب العمال الكردستاني وفرعه السوري. إذا كان في شيء ثاني يا ريت يبرزوه. فيما يتعلق بموضوع ملف الشهداء، وهنالك مقولة أصبحت منشد في مجلة صوت كردستان سنة 91، وهذا قول لأوجلان قاله في تجمع جماهيري في معسكر البقاع بالحرف والنص. أذكر هنا أنه ينبغي علينا أن لا نخاف من إراقة الدماء، بل ينبغي علينا الخوف من توقف الدماء. أوجلان مثل بشار الأسد، السيارة الحمراء والسيارة البيضاء، وهذا المنطق الأمثلة في تبرير المقولات السخيفة والمرعبة. أوجلان أيضا وقتها كان يبرر هذا الموضوع، أنه حركة الدماء وسيلان الدماء وداخل جسد الإنسان إذا توقفت الإنسان يموت، إذا ينبغي للدماء أن تتدفق. فبهذه الطريقة كان يبرر استمرار الحرب. طبعا أوجلان يعني في الفيديو السابق أيضا ذكرت أنه آلدار خليل تحدث عن اقتراب الشعب الكردي، نضال الشعب الكردي من النصر. كل ما سبق ما كان نصر، كل الحكي عن الانتصارات ما كان. نحن نقترب من النصر بقول آلدار خليل، والعدو الاحتلال التركي يقترب من الهزيمة، لم يهزم، يقترب من الهزيمة. نحن نقترب من النصر والعدو يقترب من الهزيمة. هكذا تصريحات قالها أوجلان عشرات المرات. أبعد من ذلك، أوجلان في سنة 91 صرح أنه سنة 2000 ستكون سنة يعني الاستقلال، سيعلن فيها دولة كردستان والمستقلة في تركيا وفي أي مكان. لكن قبل حلول عام 2000 وفي عام 2000 اللي وعدنا فيه أوجلان باستقلال كردستان، أوجلان كان سجين وتخلى عن شعار الدولة القومية، وتخلى عن كردستان، وغير استراتيجية حزبه 180 درجة. ومش بس هيك، يعني صار يهاجم الدولة القومية ويشيطن شعار الدولة القومية، شعار يعني راح ضحيته عشرات الآلاف من الشهداء. هؤلاء الشهداء قبل أن يفقدوا حياتهم، لو أوجلان قال لهم إننا نقاتل ونبذل الدماء من أجل الأمة الديمقراطية ومن أجل الجمهورية الديمقراطية ومن أجل طرح أقل من الحكم الذاتي، الإدارة الذاتية، لا يعني هل كان كل هذه الدماء ستراق؟ هل حمل كل هؤلاء الشباب والصبايا السلاح وقاتلوا من أجل هذه الشعارات؟ طبعا لا. إذا حزب العمال الكردستاني الذي يتحدث عن الشهداء ويبرز دماء الشهداء في وجه منتقديه، كل ما واحد انتقد أوجلان أو انتقد الحزب يقول فلان من الناس تطاول على الشهداء. يعني وين وجه التطاول على الشهداء؟ ومن تطاول على الشهداء؟ دائما يبرز دماء الشهداء في مواجهة منتقديه. نفس سلوك وذهنية نظام البعث، يعني كل واحد ينتقد مظهر من مظاهر الفساد في دولة البعث كانوا يواجهوا شو أنت عم تسب الرئيس بهالمنطق يعني، أو الإسلاميين كل واحد ينتقد سلوك الإسلاميين والحركات الإسلامية، شو أنت عم تنتقد وتتطاول على الذات الإلهية وعلى القرآن وعلى النبي. نفس هذا السلوك، نفس هذا المنطق موجود لدى حزب العمال الكردستاني عبر إبراز ملف الشهداء ودماء الشهداء في مواجهة المنتقدين. يعني مقصدي من هذا الكلام أنه أول من خذل شهداء الحرية والاستقلال والقسم الأول من تاريخ حزب العمال الكردستاني اللي كان بيطالب بدولة قومية، أول من خذلهم هو الحزب نفسه. الحزب نفسه بتنكره للدولة القومية وشيطنة الدولة القومية، يعني هو من خذل شهداء الاستقلال والحرية في تجربة حزب العمال الكردستاني في 20 سنة الأولى، حتى قبل يعني سنة 2000 قبل اعتقال أوجلان. الحزب نفسه وزعيم الحزب نفسه خذلهم. أبعد من ذلك، أمام المحكمة
أوجلان اعتذر من أمهات الجنود الأتراك القتلى، ولم يعتذر من أمهات الشهداء. يعني شو رح كان، يعني أوجلان رح ينشل تمه إذا قال والله أعتذر من دماء شهداء الجريلا المقاتلين والمقاتلات الكرد؟ ما كانوا رفاقه يعني. لكن أوجلان لم يفعل ذلك، ولم يطالبه أحد أنه أنت لماذا اعتذرت للجنود؟ اعتذر للجنود، أمهات الجنود الأتراك، اعتذر، لكن فليكن هذا الاعتذار مقرونا ومشفوعا ومعضدا بالاعتذار من أمهات المقاتلين الأكراد، وهذا ما لم يفعله أوجلان نهائيا. والحزب أيضا لم يعتذر لأمهات الضحايا من المقاتلين والمقاتلات الكرد داخل صفوفه. هذا من جهة. من جهة أخرى، حزب العمال الكردستاني يعني كيف تعامل مع عوائل الشهداء؟ يفترض أن عوائل الشهداء وهم يعني قمة القمم وقيمة القيم داخل فلسفة حزب العمال الكردستاني، لكن هنالك عشرات ومئات عوائل الشهداء تعرضوا للإهانة والإذلال والتخوين بأبشع الصور. والحزب طبعا لم يعتذر بشكل علني عن هذا السلوك اللي مارسه في حق عوائل الشهداء. يحضرني هنا يعني أحيانا الناس ينتقدوني أو يسجلون ملاحظات لا تذكر أسماء. شو لا أذكر أسماء؟ يعني إذا لم أذكر أسماء بعينها يقولون أنت عم تحكي كلام عام وما عم تجيب معطيات أو ما بتجيب معلومات دقيقة تساند وتعزز فكرتك. وإذا ذكرت بيقولوا لا تذكر الأسماء. يعني هلا صحيح هنالك يعني أمور أحيانا أقفز من فوقها فيما يتعلق بالأسماء، لكن مسائل أخرى ينبغي علي أن أذكر هذه النماذج لأنه هي نماذج معاشة ولي تجربة شخصية مع هذه النماذج. يعني فيما يتعلق بتطاول وإهانة حزب العمال الكردستاني لعوائل الشهداء سأذكر تجربة واحدة فقط، يعني تجربة من منطقة الدرباسية وتجربة من الحسكة. الدرباسية يعني الكل من أهالي الدرباسية الكل على اطلاع أو معرفة الجانب الوطني والماضي الوطني ونضالي للراحل المرحوم محمد شينو والد الشهيدة برشم. لا يعني شخص متفق عليه. حتى المختلفين مع حزب العمال الكردستاني كانوا وما زالوا يكونون الاحترام لهذا الرجل نتيجة تضحياته ونضاله ضمن حزب العمال الكردستاني. في فترة في المعمعة وبعد اعتقال أوجلان، نتيجة يعني موقف هذا الرجل وطالب الحزب بعدم الكذب. الحزب قال عن أحد المنشقين أنه تم تصفيته، فرد عليه محمد شينو أنه لا، أنا امبارح حكيت مع هذا الرجل، أنتوا ليش عم تكذبوا؟ يعني أنتوا جاي عم تكذبوا علي أنا، يعني ليش؟ فالحزب ماذا فعل؟ الحزب بدل يعني أن يحاول لملمة الموضوع، الحزب يعني شهر بوالد الشهيد محمد شينو، وشنع الحزب يعني بأسلوب وقح وقذر بين الناس، وطالبوا الناس بعدم إلقاء التحية على هذا الرجل في الدرباسية. مش بس هيك، هجموا على بيته ووضعوا المسدس في رأسه وهددوه بالقتل كوادر حزب العمال الكردستاني. ويمكن هذا المسؤول ما زال حيا. اثنين كانوا من أكراد تركيا، واحد اسمه نافدار كان مسؤول، والثاني كان جنك عنصر يمكن أو مقاتل أو هيك شيء. اثنين كانوا من تركيا. هجموا على منزله
يعني انتهكوا حرمة منزل الشهيدة برشم، وهددوا والدها بالقتل ولم يعتذروا. بعد ذلك لم يعتذر، توفي، يعني انتقل محمد شينو الله يرحمه، يعني شخص كنت كتير بحترمه وما زلت أحترمه وسأبقى أحترمه. هذا نموذج من الدرباسية اللي أهالي الدرباسية اللي أنا منها لا يستطيعون إنكار هذا الشيء. وهنالك حوادث أخرى كثيرة، يعني مقاتلين تمت تصفيتهم وفيما بعد سموهم شهداء. هي أيضا إهانة للشهداء، يعني شخص تقوم بتصفيته، مقاتل تقوم بتصفيته بتهمة، هذه يعني توجيه التهمة له زورا وظلما وبهتانا هي تصفية، وتنفيذ الحكم في حقه هي أيضا تصفية، وأعلانه مرة أخرى أنه شهيد بإيد مين، واختلاق حكاية يعني وهمية عن استشهاد هذا المقاتل. هذه أيضا جريمة بحق الشهداء. شوفوا ثلاث جرائم: التهمة، الزور، والتصفية، وفيما بعد الإعلان على أنه هذا الشخص الشهيد. عشرات مئات آلاف الأمثلة موجودة في كل منطقة. هنالك أمثلة، يعني في الدرباسية أهالي الدرباسية يعرفون، وأهالي هؤلاء الضحايا منهم من يعلم ومنهم من لا يعلم إن الحزب يعني هو الذي قام بتصفية أبنائهم، ويتكتمون على ذلك ولا يتخذون موقفا من هذا الحزب. يعني الراحلة أمنا جميعا، يعني أم الشهيد عبد الرزاق مال إسماعيل، لن أنساها ما حييت. دائما لما كنت أزور الدرباسية آتيا من دمشق أذهب إليها وأقبل يديها، أراها جالسة أمام منزلها وعينها إلى يعني المجهول وتنتظر مجيء ابنها عبد الرزاق. يعني هذه السيدة الفاضلة الوطنية المخلصة، يعني بحاجة لأنه واحد يكتب عنها الرواية. قتلوا ابنها ظلما وزورا وبهتانا وعدوانا، المرحوم عبد الرزاق. وفي 97 اضطر الحزب إلى إعلانه شهيدا، وكان الحزب يتكتم. قتلوا ابنها وكنا نزور بيتها ونأكل من أكلها ونحن، يعني أو أقول عن حزب، يعني حزب العمال الكردستاني قتل ابن هذه العائلة المقاتل، وعبد الرزاق هو من هو أحد مؤسسي حزب العمال الكردستاني في الدرباسية. والحزب يتردد على هذا المنزل ويأكل من أكل أهل الدار، ويكذب الحزب على أم الشهيد عندما تسألهم أنه لا يوجد لا خبر لا رسالة لا صورة من عبد الرزاق. أين عبد الرزاق؟ كان عندها أمل أنه عبد الرزاق في يوم من أن يبقى حيا، فليكن في الجبال، لكن أن يبقى حيا. والحزب كان يكذب على هذه الأمة ويقول أنه في مكان بعيد وفي الجبال ولا يوجد إمكانية للمراسلات ومن هالقصص. الحزب كان يكذب على أم الشهيد عبد الرزاق الذي قام الحزب بتصفيته. نفس القصة مع جهاد سليمان مسطو وسؤال والديه عن ابنيهما، والحزب هو الذي قام بتصفية جهاد، ويعني لم يعلن عن ذلك حتى لا أعلم إن كان قد أعلنه شهيدا، الحزب أعلنه شهيدا أم لا. هنا أيضا إهانة سافرة ووقحة لعوائل الشهداء. نفس القصة مع أم كمال خنسو،
التي كانت تسأل عن ابنها، والحزب قام بتصفية هذا الابن. نفس القصة مع أولاد المرحوم علي داوي، أحدهما فقد حياته في المعارك والثاني قام الحزب بتصفيته. هذه فقط نماذج، وغالب الظن، لست متأكدا من ذلك، المهندس ريزان أيضا الحزب وراء تصفيته. نماذج من مدينة صغيرة في الدرباسية، كيف كان الحزب يتعامل مع عوائل هؤلاء الشهداء، وكيف كان يفبرك الأكاذيب يعني ويضلل بها عوائلهم. هذا احترام للشهداء ولعوائل الشهداء. هل الآن أنا عم بحكي هذا الكلام، أنا بعرف أن الحزب سيدور على عوائل هؤلاء يعني الشهداء، ويحاول يمكن إصدار بيان أو يمكن إصدار تهديد باسم عوائل هؤلاء الشهداء. أنا أعرف هذا الحزب وأعرف سلوكه وذهنيته وتعامله. من بدال الإقرار والاعتذار والاعتراف سيمارس هذا السلوك الذي مارسه سابقا معي عندما أثرت ملف المفقودين في حزب العمال الكردستاني. الحزب شو سوى؟ راح طالع بيان باسم عوائل الشهداء وصار يهددني بالتصفية والقتل. مثال آخر أود أن أشير إليه في مدى احترام حزب العمال الكردستاني للشهداء اللي يهددنا بهم ويبرز ويخرس كل المنتقدين أنه نحن حزب الشهداء، نحن حزب التضحيات، أنتم يعني كيف تعاملتم مع الشهداء ومع تضحياتهم؟ عائلة الأستاذ أحمد خليل معروفة، ويعني الأستاذ أحمد خليل أشهر من النار على العلم في منطقة الحسكة. بابي جوان، أبو جوان لديه ولدان فقدا حياتهما داخل حزب العمال الكردستاني، جوان ستالين وريناس. بالإضافة إلى وجود يعني هذين الشهيدين، كان هنالك 4 إن كنت مخطئ في الأسماء أتمنى أن يصححوا لي. دارشين كان ضمن الحزب، ميديا كانت ضمن الحزب، جياب كان ضمن الحزب، والصغير يعني صغير العائلة نسيت اسمه هو أيضا كان ضمن الحزب. 4 يعني 3 أكيد بكل تأكيد، ورابعهم لم أعد أذكر اسمه، نسيت اسمه. جياب أعتقد موجود هون في بلجيكا حاليا، وميديا موجودة في العائلة. لي قصة مع هذه العائلة. دارشين عندما كان يعني ضمن التجمع، وعندما كان داخل حزب العمال الكردستاني أعرفه، كان مسؤول المنطقة، منطقة الدرباسية في 94. فيما بعد يعني تعرفت عليه في دمشق. كان موقفي منه موقف يعني صديق، كان موقف إنساني وموقف ثقافي كمان. يعني خلافاته مع حزب العمال الكردستاني، وأنا كنت مع الحزب، لكن لم أنصت لقرارات الحزب بإعلان القطيعة مع هذا الشخص. على العكس تماما، كنت أتواصل معه باعتباره يعني شخص وطني وإنسان ينبغي أن لا يشعر بأنه هو شخص محاصر. لا مش يعني الناس تتواصل معه وتكون له ولعائلته الاحترام، ولن ألتزم بقرار الحزب الذي كان يأمرني بقطع العلاقة مع دارشين. هذا أولا. 2، عندما صار دارشين مع التجمع، وأنا كنت خارج التجمع وأنتقد التجمع، لكن كنت يعني أبقيت العلاقة مع دارشين. فالخلاف اللي صار بين دارشين وبين عمي عمر أوسي، أيضا لم أقطع علاقتي مع دارشين نهائيا. وكل ما كنت أزور يعني بعد انتقال دارشين إلى الحسكة وتزوج وصار عنده عائلة، الله يخلي له أولاده، أيضا
لم أنقطع عن هذه العائلة. عندما سمعت أنه الأستاذ أحمد عبد الله خليل إن لم تخني الذاكرة أصيب بجلطة، اتصلت به بالهاتف وزرته في منزله وشفت دارشين مرة ثانية. دائما يعني أنا علاقتي كانت علاقة احترام. بنتهم اللي هون شو اسمها ميديا أيضا تواصلت معها، ولم يعني حاولت انه البنت ما تشعر بالوحدة او ما تقول انه ما حدا عم يسأل معها. وشنغوسي كاتب ويتواصل معها ومع عائلتها يعني. طبعا هي تواصلت لفترة وبعدين قطعت العلاقة، طبعا وأتفهم ذلك ليش قطعت العلاقة يعني. هذه العائلة والكل يعلم كانوا يريدون أخذ دارشين للجبال، ودارشين كان سيحاكم وسيقتل، ودارشين لم يذهب، ودارشين لم يترك التجمع تحت ضغوطات حزب العمال الكردستاني. والعائلة تعرضت للتشهير والتشنيع وأنه تحمي، يعني كانوا بدهم أنه أحمد عبد الله خليل يطرد ابنه ويقطع العلاقة مع الابن. وليش؟ لأنه لم يمتثل لقرارات حزب العمال الكردستاني. كانوا في 2 من أبناء العائلة ضمن الحزب، لكن الحزب المصر على أخذ هذا الثالث يعني إلى الجبال وتصفيته، محاكمته وتصفيته. طبعا كان في وحدة ثالثة هوزان موجودة، هي كانت في فترة يعني تريد الانتساب للحزب، وفترة أخرى يعني ابتعدت. بالمحصلة كانت هي أيضا تنوي الانخراط في هذا الحزب. العائلة كلها كانت يعني مندمجة تماما مع هذا الحزب، وتعرضت لما تعرضت له من تشهير وتشنيع وتقبيح وتشويه وكل ما يخطر في بالكم. وأهل الحسكة بيعرفوا هذا الموضوع بالتفصيل. وقت ذاك وأنا كنت أبوتشي وأدافع عن حزب العمال الكردستاني، أبدا لم ألتزم بقرارات الحزب، وتواصلت مع العائلة، وكنت وما أزال أكن الاحترام للأستاذ أحمد عبد الله خليل ولزوجته أم الشهيد جوان دائما يعني. لكن ماذا حدث بعد التحول الأبوتشيين إلى سلطة؟ جرى عملية استقطاب وجذب لكل العناصر والكوادر القديمة لكي على الأقل تحييد، ما ينتسبوا لتنظيمات أو مؤسسات حزبية أخرى كردية أو غير كردية، يعني لا ينخرطوا في الثورة السورية والحراك الثوري. المهم جرى محاولة إغراء بالمناصب بكل شيء. الآن أنا أرى يعني الهالانات والشاباشات والتليليات اللي يعني يقوم بها بعض أفراد العائلة لحزب العمال الكردستاني، يعني من حقهم لا يعني، بس هذا شيء غريب. أنا لا أدعو للثأر والانتقام، لكن هذا التطبيل والتزمير اللي أنتم أكثر عائلة تعرف حقيقة هذا الحزب، وأكثر عائلة تضررت من هذا الحزب. عدا عن ذلك يعني الآن أنا واثق تماما، يعني إذا بقول مرحبا دارشين رح يرتعش. في وقت أنه لما دارشين كان محاصر بكل معنى الكلمة ويتعرض للنبذ والتشهير والتحقير من الحزب، أنا كنت أتواصل معه وأحترم خياره، أختلف معه قليلا وأتواصل ونلتقي في أماكن عامة وفي أكثر يعني، لا يستطيع أن ينكر ذلك يعني. وتعاملت معه. هل الآن دارشين من موقعه ومكانه ومسؤوليته، سمعت أنه صار مسؤول يعني في قطاع الإعلام، ما بعرف في أي قطاع يعني، هو قادر على
مش دفاع عن هوشنغوسي. لا، أنا لا أطالب أحد أن يدافع عني، أنا كفيل بالدفاع عن نفسي وبالدفاع عن دارشين مرة أخرى، وكفيل بالدفاع عن الآلاف من أمثال دارشين. أنا لا أطالب أحد بالدفاع عني، لكن هل يجرؤ على التواصل معي؟ هو أحد أفراد عائلته هون يعني صار يتطاول علي بشكل أو بآخر وصار يزايد علي. أنا احترمت يعني كرم والديه، لم أناقشه يعني في تطاوله ومزايداته الوطنية علي، يعني وهون في بلجيكا. هذا نموذج لعائلة وطنية قبل أن يتحول حزب العمال الكردستاني إلى سلطة، وبعد أن يتحول، وهي من عوائل الشهداء وعوائل الثوار وكل ما يخطر في بالكم، يعني عائلة وطنية بالفعل. جهد هذه العائلة يشار له بالبيان وتحفظه ذاكرتي، ويحترم هذا الجهد، يعني ضميري يحترم هذا الجهد الوطني. لذلك أتيت بهذه العائلة كنموذج من عوائل الشهداء التي تضررت من سياسات وممارسات حزب العمال الكردستاني. هلا مش غريب يروحوا لعند دارشين ويهددوه، يا اما نفصلك يا اما تطالع بيان ضد هوشنغوسي. مش بعيد، يعني هذا وارد. اذا شفتوا هذا الشيء اعلموا انه هي مش قناعة دارشين، هي مش عقيدة وقناعة دارشين مثلا، أو يجبر أحد أخوته في مثلا على إبداء موقف يعني بهيك، حتى ولو صدر من دارشين. أنا أعلم خلفيات هذا الموضوع، ولا يمكن لأي موقف من هذا النوع أن يمحي من الذاكرة الوقاحة والقباحة والشناعة والتفاهة التي ألحقها حزب العمال الكردستاني بهذه العائلة في فترة من الفترات، وهي عائلة من عوائل الشهداء. طبعا هنالك قصص أخرى كمان، يعني قصص عوائل الشهداء وعائلة حكم خلو رئيس المجلس التشريعي القانوني القضائي الدستوري اللي ما بعرف شو كل هذه التسميات، يعني وهو شقيق لشهيدين عظيمين مالك وزياد. حزب العمال الكردستاني أيضا يعني أهان ولوالد حكم خلو موقف بطولي، موقف في منتهى الثورية، موقف يعني هو شخص يعني طرد حزب العمال الكردستاني من بيته لأنه شاف أنه الحزب يتدخل في شؤون العائلية. شخص كان داخل الحزب ترك الحزب بصرف النظر عن الموقف من هذا الشخص، اجا وطلب ايد بنت العائلة، والعائلة وافقت. حزب العمال شو لها دخل في هذه العائلة تزوج بنتها لأي كان؟ الاعتبارات السياسية والحزبية والأيديولوجية تتدخل في هذا الموضوع. والد الشهيدين مالك وزياد يعني الواحد ما سواها اثنين، طردهم، وحكم يعرف هذه المسألة. بناء على خلفية هذا الحادث أيضا عائلة الشهيد مالك وعائلة الشهيدين مالك وزياد تعرضت للتشهير والتشنيع والتقبيح من قبل حزب العمال الكردستاني. حكم خلو نفسه تعرض للتشهير من قبل حزب العمال الكردستاني، بعدين جابوه وسووا يعني رئيس كل المناصب وأجلسوا على كل هذه الكراسي. مقصدي من هذا الكلام أنه أكثر من يستخدم الشهداء ويستثمر الشهداء، وحزب العمال الكردستاني يستثمر الشهداء حتى في وجه عوائلهم. هذا جهدكم ودماء شهدائكم، وينبغي أن تكونوا مخلصين لهذه التضحيات ولهذه الدماء وكذا وخينا ومن هالحكي. يستثمر دماء الشهداء حتى في مواجهة عوائلهم. لهذا الكاتبة الأمريكية إليزا ماركوس لما أتت وزارتني وأهدتني نسخة من كتابها،
عن حزب العمال الكردستاني. النصف الأول من تاريخ حزب العمال الكردستاني كان يعني عنوان الكتابة العقيدة والدم باللغة الإنجليزية. حزب العمال الكردستاني العقيدة والدم. كيف عقيدة حزب العمال الكردستاني تستند على الدم. إذا توقف هذا الدم توقفت العقيدة. ماء الحياة الذي يحيي حزب العمال الكردستاني والدم والحروب والشهداء، هاي القصص. لهذا ليس من مصلحة حزب العمال الكردستاني السلم. يقول نحن لسنا عشاق الحرب. كيف أنت مش عشاق الحرب؟ أنت من سنة 91 كنت تقول ينبغي أن لا نخاف من تدفق الدماء بل من توقفها. كيف أنت؟ رجعوا لأرشيف حزب العمال الكردستاني وكيف يعني يفلسف الحرب عبد الله أوجلان وهو لم يطلق رصاصة واحدة. كيف كان يفلسف ويعني يجعل الحرب نموذج إنساني وتصفية ونقاء من كل المسائل هي كلياتها، كل الإيجابيات. الناس كلها تنتقد الحروب وعبد الله أوجلان كان يمدح الحروب وهو لم يكن محاربا في حياته. طبعا بالكردي يقولون من ليس في الحروب يعني خير أسد، يعني إيدنا الشرادة خوش لحنج خوش شيري يعني. وعبد الله أوجلان كان نفس الحال يعني. أكتفي بهذا القدر من تناول هذا الموضوع، وإلى لقاء آخر وموضوع آخر. أترككم في عناية الله. دمتم بخير.